بأداء باهت ورتم بطيء وروح منعدمة، الزمالك يتعادل سلبيا مع المصري ليصل إلى النقطة الثامنة في دور المجموعات. الحقيقة نفسي أتكلم كورة، لكن كلام الكورة ده بيجي في حالة إنك بتتفرج على لعيب الكورة. اللي أنا شايفه في الملعب ده شغل حلاقين، يعني ده مش شغل لعيب الكورة خالص. يلا بينا على تقييم اللفندية. عواد ما تعرضش عواد لاختبارات كتيرة، فأربعة عواد. عمر جابر 5/10. قرارات كتيرة جدا غلط، ولكن يعتبر الوحيد اللي كان متحرك شوية النهاردة. الونش 6/10، على الرغم من ان احنا ما تعرضناش لضغط من المصري تقدر تقيم بيه قلبين الدفاع او الحارس، ولكن الونش في الكور اللي تعرض لها كان كويس. حسام عبد المجيد 6/10. احمد فتوح 2/10. دونجا 0. محمد شحاتة 0. عبد الله السعيد 4/10. زيزو 0. مصطفى الشنبي مصطفى الشنبي 0. طبعا احنا طلعنا مصطفى شنبي ودخلنا واحد املس كنوع من انواع التجديد، يعني شغل حلاقين بقى. حسام اشرف 0. البدلاء: نزول ناصر منسي 0. نزول كونراد مشلاك 0. مجلس اداره الزمالك المبجل، عجبكم المنظر؟ شايفين ان الفريق تمام، مش محتاجين تدعيمات؟ النهارده 5 يناير ولسه ما فيش اي تحركات من مجلس اداره الزمالك لتدعيم الفريق اللي محتاج غربله. مش فريق محتاج تدعيمات في مراكز معينه، ده فريق محتاج غربله. انت التلت الهجومي، عندك مين في التلت الهجومي؟ عندك مين في التلت الهجومي يقدر يصنع لك فارق؟ زيزو، ولسه مشغول في تجديد العقد من 5 6 ماتشات، ما شفناش كوره لزيزو. اركن زيزو على جنب. الباقي مين؟ عندك مين؟ مصطفى شلبي. هتنافس بمصطفى شلبي على البطولات ولا هتنافس بكونراد مشلاك ولا بناصر منسي؟ مين؟ الزمالك محتاج غربله. لو في حد في مجلس الاداره لسه قلبه على الزمالك، احنا النهارده 5 يناير، يا ريت يحصل اي تحرك من مجلس الاداره، وتحرك سريع النهارده قبل بكره في حسم صفقات تيجي تشيل الفريق